سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم لي كورني بعجينه خفيفه وسهله وتقدروا تستعملوها لكامل المملحات. الحاجه الاولى راح نديروا العجينه تاعنا. هنا عندي 4 كيسان فارينه، زدت عليهم مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، زدت لهم مغرفه كبيره تاع سكر ونص كاس تاع الزيت، وخلطت كامل المكونات وليمت العجينه تاعي بشويه ماء حتى تحصلت على هاد العجينه. غطيتها وخليتها ترتاح. بعد ما ارتاحت راح نكسلها بهذه الطريقة، يعني كي نكسلوها ما تكونش خشينة بزاف، يكون السمك تاعها حوالي 2 مليمتر. وبعد ما نكسلوها كامل مليح راح نجيب الجرارة ونقسمها، يعني راح نحي كامل هذوك الأطراف الزايدين باش تجينا يجونا شغل يجونا كامل متساويين، وقطعتهم بالجرارة بهذه الطريقة. ومن بعد راح نجيب لي كورني تاعي ونبدا ندور الكورني على العجينه. ما ندوروش العجينه على الكورني، يعني الكورني هو اللي ندوروه على العجينه بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الكورني. هذه الطريقه سهله وبزاف بسيطه، تقدروا ديروا هاد لي كورني وما يدوش بزاف الوقت. حطيت لي كورني كامل في البلا ودهنتهم بصفار تاع البيض، خلطت معه شويه تاع حليب، دهنتهم مليح وحطيت لهم من الفوق شويه سانوج وشويه تاع جنجلان. كنت شعلت الفرن تاعي على 180 درجة، خليته يسخن. بعد ما كملت كامل لي كورني تاعي زينتهم دخلتهم في الفرن يطيبوا. بالنسبه لافرسي نعمروا بها لي كورني، انا سمحوا لي ما كانش عندي الوقت، كان قريب يأذن ما كفانيش الحال باش نصورها، الوغ ما صورتهاش، مي راح نقول لكم كيفاش درتها. هم ديك لي كورني بعد ما طابوا حماروا من الفوق ومن التحت، راح نحي لي كورني حيت نحاو فاسيلمون. بالنسبه لافرس اللي درتها لداخل لي كورني، درت كاس حليب، مغرف تاع مايزينا، رشه ملح، رشه فلفل كحل، خلطتهم مليح حطيتهم فوق النار وبقيت نخلط فيهم فوق النار حتى تعقد. بعد ما عقدت زدت لها مغرفه تاع فرماج، مغرف كبيره تاع فرماج، زدت لها طون وزدت لها شويه زيتون، كنت قطعته زيتون خضر قطعته، وشويه تاع معدنوس حطيتها في لابوش وعمرت بها لي كورني تاعي كيما راكم تشوفوا. الوصفة تاع اليوم راهي واجدة، نتمنى تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وشكرا، سلام.